جندي أوكراني للتدرب على تشغيل منظومة الباتريوت الأمريكية، وبالتالي هنالك تدريبات كثيرة حتى على مستوى رومانيا وغيرها. وبالتالي أيضا الغرب هو يعلم تماما، الولايات المتحدة تعلم بأننا أمام جبهة ضيقة بهذا الاتجاه في ظل أن هذه المنطقة مغلقة تجاه كييف، ولكنهم يضعون حسابات مهمة في مسألة شرق أوكرانيا. شرق أوكرانيا هنا تحديدا هنالك معلومات استخبارية حولها بأن روسيا صحيح بأنها ضمت 4 أقاليم تحديدا، ودعونا هنا نحدد العلم الخاص الروسي. بالتالي هم قد سيطروا على زابوروجيا، أعلنوا خيرسون، أعلنوا لوغانسك، أعلنوا دانيتسك بأنها أراضي روسية، ولكن بأن هنالك هدفا استراتيجيا بالنسبة لروسيا طبعا الآن بحسب معلومات استخبارية أوكرانية متعلقة في إقليم دونباس نشرتها الاستخبارات الأوكرانية بهذه الطريقة. تحدثت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أبلغ غراسيموف، هذا الجنرال الروسي الذي الآن يقود المعارك الموجودة في الداخل الأوكراني، أبلغه بأن لديك مهلة حتى مارس القادم للسيطرة على إقليم دونباس بأكمله. وهنا المشكلة الحقيقية بالنسبة لهم بأن في إقليم دونباس هم لا يسيطرون عليه، تقريبا يسيطرون على 50% من هذا الإقليم المهم. فبالنسبة لوحدات فاغنر قد تمكنت فعلا بعد الضغط على باخموت من هذا الاتجاه. هنا باخموت كما ترون فاغنر تقدمت، ووحدات فاغنر على سوليدار وسيطرت عليها طبعا، وبدأت تحقق نوع من التقدم هنا في كراسناغورا، بدأت تحاول من عملية إحاطة باخموت ومحاصرتها، وأيضا هم يتواجدون هنا إلى جنوب كليتشيفكا محاولين أن يقطعون الطريق الذي يمتد طبعا بين كونستانتينيفكا وبين باخموت من أجل محاصرتها. القوات الأوكرانية لا زالت مسيطرة على باخموت التي ترونها. الأوكرانيين متواجدين في كل هذه المناطق حتى في زفريسك. والحديث المثير هنا بأن الأوكرانيين